السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم حبايبي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله هنحل امتحان كامل على يونت 7 لاختبار شهر فبراير، كلها أسئلة مهمة جدا، عايزاكم تركزوا فيها كويس قوي وحاولوا تجاوبوا معايا، ويلا بينا نبتدي على طول. أول سؤال معايا بيقول لي listen and choose the correct answer from A B C or D. طبعا زي ما احنا عارفين سؤال الليسننج بنعمل فيه ايه؟ لازم نقرأ الأسئلة كويس قوي ونفهم معناها علشان لما نسمع نص الاستماع نكون مركزين على الإجابة على طول. فيلا اقرأوا الأسئلة كده مع نفسكم وبعدين اسمعوا نص الاستماع مني وحاولوا تجاوبوا انتم، وبعدين هنتأكد من الإجابة الصحيحة معايا. فبيقول لي ايه؟ Hi فاطمة, the jacket I ordered online arrived today but it's the wrong color. I ordered the blue jacket and this one is red. I am going to ask them how to change it. See you soon. Love summer. يا ريت تكونوا جاوبتم انتم، ويلا نراجع الإجابة مع بعض. نمبر 1 بيقول لي what's your friend's name؟ اسم صديقتها ايه؟ ميار، فاطمة، سمر، لمار. قالت هاي فاطمة يبقى اسمها فاطمة. نمبر 2 what did you order online؟ ايه الاوردر اونلاين ده؟ كانت طالبة ايه؟ دريس، جاكيت، تيشيرت، ابوك. طبعا كانت طالبة الجاكيت. نمبر 3 what color do you want؟ ايه اللون اللي كانت عايزاه؟ قالت I ordered the blue jacket، يبقى هي كانت عايزة لون ايه؟ بلو، ازرق. What's your name؟ اسمك ايه؟ طبعا هي الامضاء بتاعتها في الاخر love summer، يعني حبيبتك سمر، يبقى اسمها سمر. بعد كده سؤال الديالوج بيقول لي complete the following dialogue. طبعا الديالوج ده لازم نقرا الديالوج كله على بعضه علشان نفهم الديالوج بيتكلم عن ايه، وفي جمله كده بتيجي في الاول لازم تقراها وتفهمها كويس لانها احيانا بتكون اجابه لسؤال وكمان بتفهمك الموضوع بيتكلم عامه عن ايه. فيلا بينا نقرا الديالوج مع بعض. بيقول لي ايه؟ حبيبه and دنيا are talking about online games، يعني حبيبه ودنيا بيتكلموا عن الالعاب الاونلاين. فحبيبه بتقول ايه؟ Do you think that online games waste our time؟ يعني هل انت بتعتقد ان الالعاب الاونلاين بتضيع وقتنا؟ فدنيا ردت بايه وبعدين كملت وقالت some of them can help you learn things، يعني البعض منهم او بعضهم بيساعدنا في تعلم الاشياء. فحبيبه سالتها سؤال، دنيا قالت لها some educational games and quizzes are examples of them، يعني بعض الالعاب التعليميه والكويزز اللي هي الالغاز او المسابقات امثله منها. فحبيبه سألت السؤال، دنيا قالت you shouldn't play games late at night، يعني لا يجب ان تلعب الجيمز او الالعاب في وقت متاخر من الليل. فحبيبه قالت ايه؟ دنيا قالت لها yes it's a good idea، يعني دي فكره كويسه to play quiet games in the evening، ان انت تلعبي الالعاب الهاديه في المساء. فحبيبه قالت ايه؟ فدنيا قالت لها you are welcome. كده فهمنا كويس قوي الدايلوج بيتكلم عن ايه. تعالوا بقى نجاوب مع بعض. حبيبه بتقول ايه؟ do you think that online games waste our time؟ يعني هل بتعتقد ان الاونلاين جيمز الالعاب الاونلاين بتضيع وقتنا؟ فدنيا قالت ايه وبعدين قالت some of them can help you learn things، يعني بعضهم ممكن يساعدنا في تعلم الاشياء. يبقى هي كانت موافقاها ان الاونلاين جيمز بيضيع وقتنا ولا لا؟ لا طبعا ما كانتش موافقاها، لانها قالت لها ان بعض الجيمز بعض الالعاب ممكن تساعدنا في تعلم الاشياء. يبقى هتقول I don't think so، يعني لا اعتقد هذا. طيب حبيبه سالت سؤال وبعدين دنيا قالت some educational games and quizzes are examples of them، يعني بعض الالعاب التعليميه والالغاز امثله ليها. يبقى هي طلبت منها انها تديها امثله للالعاب دي، فهتقول لها ايه؟ can you give me some examples، يعني ممكن تديني بعض الامثله. طيب حبيبه بعد كده سالت سؤال، دنيا قالت you shouldn't play games late at night، يعني انت لا يجب ان انت تلعبي الالعاب دي متاخرا في الليل. فاكيد كانت بتسالها امتى نلعب الالعاب. طيب أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أصلي، تكملة. أداة الاستفهام متى يعني إيه؟ when. طيب هنجيب الفيرب المساعد أو الهيلبنج فيرب من الجملة اللي هو should. when should وبعدين الفاعل you هنحولها we أو I، يعني متى يجب أن ألعب الألعاب أو متى يجب أن نلعب الألعاب. طيب الفعل الأصلي اللي هو play وبعدين games، يبقى when should we play games، يعني متى يجب نلعب الألعاب. فحبيبه قالت ايه؟ فدنيا قالت yes it's a good idea to play quiet games in the evening، يعني فكره كويسه ان احنا نلعب الالعاب الهاديه في المساء. يبقى هي كانت بتقول لها ايه؟ خد بالك ان دي جمله مش سؤال، يبقى هي هتقول لها ان احنا يجب ان احنا نلعب الالعاب الهادئه في المساء. يبقى we should play quiet games in the evening، we should play quiet games in the evening. طيب بعد كده حبيبه هتقول لها thank you very much، يعني شكرا كثيرا، وبعدين you are welcome، يعني عفوا او لا شكر على واجب. نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ read the following then answer the question. we have so much technology now، يعني احنا عندنا تكنولوجيا كتير جدا الان او حاليا. there is 24-hour television, computers, video games, phones and so on، يعني بيوجد تلفزيون 24 ساعة وكمبيوتر والعاب جيم وكمان تليفونات. موبايل phones and another technology are harmful to our health، يعني الموبايل والتكنولوجيا الأخرى مضرة لصحتنا.
mobile phones are particularly bad for children. يعني الموبايل سيء خصوصا للأطفال. In fact في الحقيقة research shows that mobile phones might kill more people than smoking. يعني في الحقيقة ان البحث وضح ان الموبايلات ممكن تقتل ناس كتيرة اكتر من smoking التدخين. Wireless Wi-Fi can cause headaches, tiredness and memory loss to some people. يعني الواي فاي ممكن يسبب صداع وتعب وفقدان للذاكرة لبعض الناس. Electrical devices in the bedroom can also cause sleep problems. يعني الأجهزة الكهربائية في غرف النوم بتسبب أيضا مشاكل للنوم. It's best to have no electronic items in your bedroom. يعني من الأفضل إن أنت ما يكونش عندك أجهزة أو عناصر إلكترونية في حجرة نومك. But if you can't do without them، يعني لو مش هتقدر تستغنى عنهم at least على الأقل make sure you don't have a computer or mobile phone in your bedroom. على الأقل تكون متأكد إن مفيش في حجرة نومك موبايل أو كمبيوتر. أو at least على الأقل make sure that they are turned off. يعني على الأقل تكون متأكد إن هما مقفولين. So لذلك keep your technology used to a limited amount of time each day. يعني استخدامك للتكنولوجيا يكون في وقت محدد كل يوم. Remember that your health is very important. يعني تذكر ان صحتك مهمة جدا. As you might find you are unable to turn to good health once you have lost. لانك هتحس ان انت مش قادر ترجع لصحتك الكويسة لو فقدتها. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 بيقول لي space aren't examples of technology. مين اللي مش مثال للتكنولوجيا؟ televisions, computers ولا بوكس ولا phones؟ طبعا بوكس لأن الباقي ده كله technology. Number 2 the word particularly means يعني خصوصا أو خاصة معناها إيه؟ أكيد specially يعني خاصة. Number 3 A or an is one of electronic items in our bedroom. يعني إيه هو أحد العناصر الإلكترونية أو الأجهزة الإلكترونية في حجرة نومنا؟ cupboard اللي هو الدولاب أو الخزانة، ولا computer الكمبيوتر، ولا bed السرير، ولا الصوفة اللي هي الكنبة؟ طبعا computer. بعد كده بيقول لي what is the suitable title for this passage. يعني ايه هو العنوان المناسب للقطعة دي؟ طبعا كان بيتكلم عن عيوب التكنولوجيا فهنقول disadvantages of technology. طيب بعد كده بيقول what can Wi-Fi cause. يعني الواي فاي بتسبب ايه؟ قال لي في الباسج Wi-Fi can cause headaches, tiredness and memory loss to some people. بعد كده بيقول according to the writer's opinion is technology useful. يعني طبقا لرأي الكاتب هل التكنولوجيا مفيدة؟ لا طبعا، هو طول الباسج بيتكلم عن disadvantages of technology فهنقول no it isn't. السؤال اللي بعد كده بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 بيقول لي space are like planes but they don't have wings. يعني هي زي الطائرات لكن ملهاش أجنحة. cars السيارات، cameras موبايلز، helicopters طبعا helicopters هي اللي زي الطائرات من غير أجنحة. Number 2 I asked my aunt to French internet article into Arabic. طبعا translate هترجم مقالة على النت باللغة الفرنسية للعربية يبقى translate يعني يترجم. Number 3 that new hotel looks I really don't like it. يعني الفندق الجديد ده يبدو أنا مش بحبه. هيبقى wonderful يعني رائع، ولا nice جميل، ولا great عظيم، ولا horrible يعني مرعب أو مخيف؟ طبعا مش بحبه يبقى horrible. Number 4 if I meet فاطمة لو أنا قابلت فاطمة I give her the phone. طبعا دي حالة في الحالة الأولى بيجي وراها مضارع بسيط والجزء التاني will زائد المصدر فهتبقى will give her. Number 5 they took the south road by they wanted the north road. يعني هم أخدوا الطريق أو الشارع الجنوبي by هم كانوا عايزين الطريق الشمالي يبقى هم أخدوه بالخطأ. الخطأ يعني mistake by mistake. Number 7 when you go to bed you turn your phone off. طبعا يجب يبقى you should يجب ان انت تقفل التليفون بتاعك لما تيجي تنام. Number 8 you shouldn't friends with bad people. do take hurt make. طبعا make friends يعني بيعمل صداقات او يكون صداقات. Number 9 the students were really happy. يعني الطلاب كانوا فعلا سعداء their exam results. طبعا about their exam results. السؤال اللي بعد كده بيقول لي complete the sentence with the correct form of the words in practice. Number 1 بيقول لي when you feel tired you should having a rest. طبعا ما تنفعش having هتبقى have لأن should بيجي بعدها الفيرب في المصدر. Number 2 حسام wouldn't shop online when he is older. يعني حسام مش هيشتري اونلاين لما يبقى كبير او يبقى اكبر. لما يبقى اكبر مش هيشتري يبقى will not اللي هو الاختصار بتاعها want. Number 3 if I go shopping لو انا ذهبت للتسوق I will spend a lot of money. يعني هصرف او هنفق مال كتير. طبعا will بيجي بعدها الفيرب في المصدر فهتبقى spend بالدي.
نمبر 4 if I fail my exam I will be happy. هكون سعيد. طبعا ان انا اجتاز الامتحان تبقى مش fail، تبقى pass. بعد كده عايزين اكتب باراجراف عن اونلاين شوبينج. طبعا موضوع مهم جدا جدا من الموضوعات اللي احنا نركز عليها. وبس كده حبايبي، يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنمونا باللايك. لو حابين تتابعونا اكتر ويوصلكم كل فيديو جديد بينزل على القناه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد باذن الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.